لسه بتخافي تعملي الفطير في البيت؟ تعالي بسرعة كده وانا اقولك على تريكات بسيطة هتطلع معاكي الفطير بالشكل العظمة اللي انت شايفاه ده، بالتوريقة حكاية. وكمان ما شاء الله ممتاز جدا ومورق ومن غير ما ينشف منك في الفرن، وكمان من غير ما تقطعه كرات صغيرة وتعملي طبقات للفطير وتاخدي وقت ومجهود في الفرد. هنفرده بطريقة بسيطة جدا وبطريقة احترافية جدا ومن غير ولا تعب ولا اي مجهود. كمان لو انت هتعملي مشروع من بيتك تعالى اقولك انا كلفته كام وبيتباع بكام، وكمان نحسب كل حاجة مع بعض وان شاء الله يكون مشروع مربح جدا. والفطير من الحاجات الجميلة جدا اللي الكل عندنا بيحبها ما شاء الله، كمان بتطلب في الافراح وفي العزومات الكبيرة ما شاء الله بيكون جميل جدا ما شاء الله تحفة، وكمان مورق معايا وتسويته مظبوطة. وكمان قطعة الفطيرة لسه طالع من الفرن طرية ومش ناشفة ما شاء الله ممتازة. تعالوا كده نشوف مع بعض طبقات الفطير ما شاء الله كده حاجة فوق ما تتخيلوا الوصف. كمان الفطير في الشتاء أو في السقعة ما بيتعملش بسمنة نباتي بس أو بسمنة فلاحي بس، ممكن يتحط سمنة على زبدة أو زيت على سمنة، علشان الزيت بيخلي طبقات الفطير تفصل وكمان بيديله التوريقة الروعة اللي انتوا شفتوها. طبعا هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد زي ما متعودين مع بعض. شطبنا مطبخنا وظبطنا حاجتنا كده قبل ما نخش على عجن الفطير. لازم نخلي كل حاجة حوالينا نضيفة علشان كده ندي لنفسنا طاقة إيجابية كده ويبقى يبنى كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. طبعا بشكر كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر كل الناس اللي مشتركة معايا وبشكرهم على كومنتاتهم الجميلة، وبقول لهم ربنا يجعلهم في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد زي ما متعودين مع بعض. معايا 2 كيلو دقيق جايباهم من عند السوبر ماركت ومعرفاه اللي أنا عايزة الدقيق دوت أعمل بيه فطير. أنا جايبة دقيق سايب مش دقيق أكياس أو دقيق مغلف. تمام، حطيت عليهم حوالي نص كوباية كده من السكر، يعني كل كيلو دي بديله معلقتين سكر، وحطيت عليهم معلقة صغيرة ملح. معايا مية فترة، ببدأ أنزل كده تدريجيا بالمية، أنا مش عاوزة العجينة تفتح معايا ومش عايزاها برضو في نفس الوقت تكون يابسة. لميت الدقيق بالمية وهبدأ كده أدي الرخامة مسحة زيت، وعلى طول هبدأ على طول أعجن فيها شوية كده بنعمها علشان أديها العرق بتاعها. ما شاء الله جميلة جدا العجينة تحت ايدي ممتازة جدا جدا، وهي مش محتاجة مية ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين عجنتها وهلمها. والخطوة التانية اللي بعد كده ان انا اريح العجينة ديت اكتر وقت ممكن، يعني لو هريحها ساعة نص ساعة على حسب بقى الوقت اللي انتم هتستخدموا فيه. كده كده الفطير كل ما بيرتاح كل ما بيديني نتيجة افضل. وهنا كنت سبتها اكتر من نص ساعة كده على بال ما خلصت اللغورية وطلعت عند الطيور، ونزلت كده بصيت عليها لقيتها ما شاء الله العجينة بقت زي الملبن. قطعتها 4 كرات، يعني كل فطيرة قطعة واحدة. معايا 2 كيلو فطيرة عملتهم 4 فطاير حجمهم كده متساوي. طبعا قطعتهم وسبتهم كده حوالي 10 دقايق يريحوا شوية عشان اعرف افردهم بكل سهولة. طبعا لما قطعتهم مغطيهم بالكيس بتاع التلاجة دوت علشان وش الفطيرة ما ينشفش معايا. وهنا خدت اول واحدة وفردتها زي ما انتم شايفين بكل بساطة جدا، ما خدتش مني مجهود. وهبدأ كده اجيب الزبدة، معايا زبدة صفرا اي نوع زبدة انتوا تحبوه بقى وتفضلوا تقدروا تستخدموه. ممكن في الوقت بس ما ينفعش ان انتم تستخدموا سمنة بس في الوقت دوت، لا اما تستخدموا سمنة على زيت. وهنا كده لفيت الرول دوت، اول فطيرة ديت عملتها رول. طبعا الطريقة دي جميلة جدا بس انا هقول لكم على الطريقة اللي انا بصراحة بحبها وبعتمدها. وهنا خدت القطعة التانية ما شاء الله العجينة بتمشي معايا لوحدها كده زي ما انتم شايفين، حاجة كده عظمة على عظمة. طبعا دوت علشان انا عجنتها عجن جيد وكمان ريحتها. وهبدأ كده اقطعها وبملى الفطيرة كلها بالزبدة وهطبق. هاخد النص ده على النص التاني وهعملها زي السندوتش كده، وبعد كده هبدأ برضو افرد، وكل ما افرد ابدأ كده اطبق وادي مسحة من الزبدة. طبعا الزبدة معايا بدرجة حرارة الغرفة، هي مش سايحة ولا حاجة. طبعا هبدأ اطبق فيها لحد ما اخليها زي الظرف، واخدها اريحها كده وهبدأ اعمل في اللي بعدها.
وهنا كده كنت خلصت كل الفطير وما شاء الله وريحتهم ال4 فطاير، وهنطلع كده نسويهم. هنولع الفرن، معايا الزبدة على سمنة علشان ادهن وش الفطير، وكمان احط حتة في الصاج قبل ما افرده علشان الفطيرة معايا ما تلزقش وتتحرق من تحت. طبعا ولعت الفرن، انا غسلت الصاج وحطيته ينشف جوه الفرن. هبدأ في الوقت دوت اخد اول فطيرة، الفطيرة الرول دي. تمام. طبعا انا باخد من اول واحدة انا كنت فرداها. ما شاء الله مشروع مربح جدا، سهل وبسيط، وتقدري تعمليه من بيتك، تعرفي اخواتك وحبايبك كده، او ممكن تعملي لك صفحة على الفيسبوك. وما شاء الله مشروع ممتاز. بس حاولي ان انت لما تعملي مشروع زي دوت ما ترفعيش في السعر، لان في ناس بترفع في السعر جدا. الفطيرة دي بتتباع ب120 جنيه، مش عارفة ليه بيباعوها ب120 جنيه، سعرها غالي. وطبعا الناس دلوقتي ظروفها بقت صعبة غير الاول. ال4 فطاير دول اتكلفوا معاكي كام يوم مؤمرة؟ ال4 فطاير دولت انا جبت 2 كيلو دقيق، 2 كيلو دقيق ب36 جنيه. تمام. وجبت ربع كيلو زبدة صفرا ب40 جنيه، وكمان خدت حوالي ربع كيلو سمنة من العلبة بتاعتي، السمنة النباتي العادية خالص. هو الكيلو تقريبا ب85 جنيه دلوقتي، يعني قولوا ب20 جنيه. يعني كل الموضوع دوت كلفني 100 جنيه. ال4 فطاير اللي انتوا شايفينهم دول كلفوني 100 جنيه. يبقى انت لما تعمليه بنفس الجودة ديت وتبيع حتى الفطيرة، مش لازم يعني تخليها بقى عالية قوي ب120. ما من اللي ياخد منك مرة مش هياخد منك تاني. ونزلتها في السعر شوية، حتى هتزودي الأنبوبة بقى ومصنعيتك وكل الكلام ده، وخلتها حتى لو ب100 جنيه مش وحشة. لكن ترفعها ل120 جنيه فطبعا دوت حرام جدا، وكمان انت مش هتشتغلي وهتوقفي حالك. ما شاء الله الفطيرة محملة وجميلة جدا وممتازة. بس أنا بصراحة بحب طريقة الفرد التانية، بتكون ممتازة جدا وجميلة وبتديني التوريقة حكاية. تعالوا نشوف مع بعض التوريقة والتسوية روعة جدا. زي ما انتم شايفين الفطيرة مورقة ووشها مقرمش، ما شاء الله جميلة جدا، حاجة يعني كده فاخر من الآخر. مفيش تسلم ايدك يا مؤمرة. وطبعا جبت بقى حتة جبنة حادقة كده منزلة، لسه هنوضبها ونجيب شوية عسل بقى أسمر ونقعد بقى ايه وشفا طبعا لكل اللي كل منه. فعلا كان طعمه ممتاز جدا وتحفة جدا جدا. أنا وولادي من عشاق المعجنات، وخاصة في الشتاء. يعني واحنا قاعدين كده ممكن أقوم أعمل فطير بالليل ولا عادي ولا يهمني، وقت ما بعوز أعمل الفطير ده بقوم على طول أعجنه. ممكن نعمله على عشاء كده بالليل. ممكن